كيف سجل غلطه على كل تكتيكيه دفاعيه من طرف الدفاع فريق ريال مدريد. لا كيف يتعامل مع المباراه وسبق بيبي وسجل الهدف. هذه هي طريقه اللعب اللي حكى عليها اللي صرح بها المدرب. اللعب الجماعي، استحواذ ممكن اكثر من ريال مدريد، والخروج بسرعه من منطقه الدفاع الى منطقه الهجوم. ولما لا يحاول يسجل هدف. هذا ما صار، لكن بعد الهدف رجع نوعا للخلف حاول يصمد. لكن امكانياته عندك يلعب بهذه الامكانيات. نعم عندك نجوم، لكن النجوم اللي شفناه يوم الاربعاء امام البارسا ما شفناه اليوم. يعني ارجع للنفس اللاعب اللي كان فيه. نعم بالفعل. وقلنا ايضا بان الفريق يعاني ربما من خروجه من الكاس، لم يعظم بعد لانه لعب مباراه كبيره، لكنه في الاخير اقصي. اذا عادت حليمه الى عادتها القديمه، تغييرات في الفريق وشكوك، وهذا يؤثر على الفريق ككل وعلى بعض اللاعبين ايضا. أعتقد أن هذه هي الشكوك التي يعانيها أي محب لريال مدريد. ننظر إلى الفريق ويلعب أمام برشلونة والجميع يريد أنه قادر على الفوز حتى على برشلونة، ولماذا لا يفعل ذلك أمام ساراغوسا ويعزز هذا الأسلوب؟ لعب بتلك الطريقة خلال دقائق قليلة على منطقة عمليات ساراغوسا، ولكن لم تكن هناك استمرارية. هذا الفريق في حاجة إلى خلق والإبداع ولا يعتمد فقط على الفرديات. الهدف كان مميزا خاصة بحركة كاكا، وباريديس هو الذي كسر التسلل. لقطة مثل هذه ستكون فيها فقط المهارة الفردية، وكاكا كان قد وصل بشكل طيب، ولكن ريال مدريد عليه أن يعزز وأن يعتمد على خطة معينة، أن يستحوذ على الكرة. ماذا يريد أن يفعل بالضبط؟ كيف يخطف الكرات؟ هذا هو مشكل ريال مدريد، واليوم في حاجة إلى البحث عن نضج، خاصة لما فعله أمام برشلونة، والبحث أيضا عن خطة، عن طريقة، عن انسجام، عن فريق، عن 11 لاعبا اساسيا. الفريق لم يشاهد الفريق حتى الان ما يكون. هذا كان منتظرا. قلنا بان الريال سيعاني في ال20 دقيقه الاولى، وبالفعل تلقى هدف وعادل النتيجه، لكن فارق كبير بين الفريقين. لكن هولندا يساند وسط ميدان فريق ساراغوسا، ونشوفوا بعض الاحيان 5 6 لاعبين، ولكن فيها حاجه وهو الانطلاق بسرعه تجاه الهجوم، ويحاولوا يفاجئوا عده مرات فريق ريال مدريد. فريق ريال مدريد مشكلته وهو اليوم ما شفناش لعب جماعي، ما شفناش لاعب اللي يسير الفريق. اوزيل المفروض يكون في الوسط، مش على الجهه اليمنى، وكذلك تباطؤ في الاداء، استحواذ على الكره ولكن تباطؤ في الاداء خلى فريق، عطى فرصه الفريق ساراغوسا يرجع بسرعه في المنطقه وياخذ كل المساحات، رغم ان هذه الغلطه اللي جابت الهدف لكاكا كان الدفاع لا خط واحد، ولكن صاحب الكره ما كانش فيه الرقابه. لما تترك صانع الالعاب، عندك مثلا تعول على خطه الدفاع، لابد الضغط على حامل الكره. اخطر حاجه هي الكره. من المفروض كان الضغط على حامل الكره. ايوه ضغط، ما تعطوش فرصه بكل صراحه ويعرف كيف يحط الكره. نعم. المباراه كانت تبدو سهله في البدايه، لكن الريال صعب المباراه. يعني كان بامكانه ان يدخل المباراه، ان يضغط على هذا الفريق، ان يستحوذ على الكره، ان يكون سريعا، ان يلعب على الاطراف، لكن الريال لم يشاهد كل هذا. يعني هو الذي عقب المهمه على نفسه. الاعتماد على الأجنحة شيء مهم. ساراغوسا وضع عدد كبير من اللاعبين في الخلف، وريال مدريد إذا كان أن يدخل من الوسط فمن صعب أن ينال ذلك. أوزيل وكريستيانو عليهما أن يتحركا، وهما أخو ساراغوسا يستعيد الكرة بالخلف، وهناك مراقبات من ميكائيل على شابي ألونسو حتى لا يخرج الكرات، ومودريتش على كاكا.
ولا يوجد حتى لا يكون هناك مجال لإيصال الكرات، فلذلك كاكا يعاني وأزيل عليه أن يذهب إلى الجهة اليمنى. الفريق يحسن الدفاع، ولكن ريال مدريد عندما يضغط فيخسر الكرات بسهولة. المباراة طويلة وستكون صعبة بالنسبة لساراغوستا، لأن التعب بإمكانها أن ينال النصيب الكبير. لماذا يلح ريال مدريد على أن يدخل إلى العمق؟ أن هناك كثافة باللاعب الريال في مساحة قصيرة، لماذا لا يفتح الملعب أكثر؟ هو كابتن تكتيكيا الريال خارج تماما في هذه المباراة، لأنه لما يكون فيه تكتل في وسط في عمق الدفاع، المطلوب أولا تفتح الأطراف. رونالدو مثلا على الجهة اليمين ومن جهة اليسار أوزيل أو أي واحد أوزيل، ولكن كذلك المدافعين يا مارسيلو من المفروض مساندة ودائما يحاول يدخل في الرواق. نفس الشيء بالنسبة للالتقاء الجيل وينتظرنا. شكرا كابتن طارق يقول دائما كابتن وحيد، شكرا جزيلا لك. إذا نعود مرة أخرى الزميل يوسف سيف. إذا الملعب سانتياغو